جبت لكم موقع فيه شات جي بي تي ايمج 2 فري. تعالوا نعرف الموقع دوت وتعالوا نعمل من عليه جنريتنج فوتو. الموقع اسمه labnana.com. تعالوا كده نعمل صورة مع بعض. هنا ممكن تحط صورة مرجعية، صورة مثلا ليك، وليكن مثلا الصورة دي. تعال نحط صورة من الصور المتصورة بالموبايل. هنا بتختار الموديل اللي انت عايزه. طبعا شات جي بي تي فري زي ما احنا عارفين، ونانو بنانا برو معاك، ونانو بنانا 2 برضو معاك. هنا بتختار انت عايز الجودة 1K ولا 2K ولا حتى فائق الدقة ده، بس ده في باقة إضافية أو هتدفع له فلوس. هنا بتختار الطول والعرض اللي انت محتاجه. هنا بتختار كام صورة يطلعها لك من البرومبت اللي انت هتكتبه. هنا هنكتب البرومبت دوت مع بعض، وزي ما اتفقنا هيكون في الكومنتس، وهقول له ابدأ التحرير بالذكاء الاصطناعي، وانا مختار شات جي بي تي ايمج 2. الصورة بتطلع فين؟ الصورة بتطلع هنا، كلمة الرئيسية تحتها على طول اهو. زي ما انت شايف، انت بتبقى في الكيو او في الانتظار تقريبا دقيقتين، وهو بيخلص تقريبا قبل دقيقة. سبسكرايب طبعا لو انت مش محتاج تستنى الوقت دوت. الصورة طلعت زي ما انت شايف، هي جميلة ما شاء الله، والجودة بتاعتها كويسة. ممكن من كلمة تحرير دوت نقول له مثلا خليه بالعربي عادي خالص، خليه يلبس بدلة بيضاء. ماشي. الصورة المرجعية بقت اوتوماتيك لان انت قلت له تحرير، طلعت هنا. تختار برضو هنا شات جي بي تي 2، او طبعا ممكن تنزل نانو بنانا او نانو بنانا برو، ونفس الحاجات اللي احنا لسه قايلينها. زي ما انت شايف نتيجة لطيفة. برضو لو حاسس ان الموضوع دوت محتاج يكون حقيقي اكتر، ممكن تقول له تحرير وتكتب له هنا عايزها صورة واقعية اكثر، وتقول له ابدأ بالتحرير بالذكاء الاصطناعي. طبعا كلمة داونلود على ايدك اليمين اهوت، ممكن تنزلها PNG او ويب بي لو انت حابب. الاتنين متاحين. كل البرومبت اللي هنا بتبقى مكتوبة على اليمين هنا، ممكن تاخدها كوبي بعد كده. وبكده يكون انتهى الفيديو. بتمنى كلكم تحققوا احلامكم.